في أولى مباريات الدوري العام الأهلي يفوز على إنبي الشرقية بثلاثة أهداف مقابل هدفين. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم في قناتكم الكورة تحت الضغط. الأهلي بيفوز على إنبي 3-2 في مباراة في منتهى الصعوبة. الأهلي بيفوز على إنبي الشرقية في الدقيقة 89. لاعيبة الأهلي جاية من الفندق للأتوبيس وهي ضامنة 3 بونت بتوع ماتشها مع إنبي الشرقية. لاعبة إنبي جاية وهي ضامنة الفوز. لاعبة إنبي محضرة للماتش كويس جدا. لاعبة إنبي عندها دوافع وأهداف وجاية الماتش عشان تكسب أو تاخد بونت من الأهلي. لاعبة إنبي واقفة صح وتمركزها صح، وكل لعيب له دور في الخطة وبينفذها على أكمل وجه. ولكن لاعيبة الأهلي واقفة في منتهى الكسل، تمركزها مش صح. لغاية لاعيبة الأهلي مكوكا بيصلح للاعيب إنبي الشرقية كورة، الراجل بيحطها على شمال الجون. تاني حاجة ضرب الجزاء بقمة الرعونة والتسرع من كريم فؤاد، الراجل يخش يضيعها. الجون الثالث الراجل بيعمل ثرو ما بين محمد هاني وهادي رياض عشان الراجل يروح ينفرد يحط جون على شمال مصطفى شوبير. قمة الاستهتار، قمة الرعونة من لاعيبة الأهلي قصاد لاعيبة إنبي. لاعيبة إنبي اللي عندهم تمركز في نص الملعب مفيش أجمل ولا أروع من كده. لاعيبة الأهلي بتتفرج على لاعيبة إنبي طول الشوط الأول ولغاية آخر الشوط الثاني. لولا عناية الله عز وجل إنبي يفوز على الأهلي، وبالكتير ياخد بونت من الأهلي. إنبي بالكتير ياخد بونت من الأهلي. إنبي مش عارف والله، يعني لعيبة الأهلي في بدايه كل ماتش ما عندهمش دوافع يفوزوا خالص. ما فيش مدرب في العالم بيجي الاهلي يقول لهم اول 45 دقيقه لازم تفوزهم، ما تضيعوش اول 45 دقيقه منكم. امال ايه اللي حصل بقى؟ لعيبه الاهلي لازم المدرب يغسلهم ويديهم دش بين الشوطين عشان يفوزوا، عشان يلعبوا رجاله. هي دي لعيبه الاهلي. الراجل غسلهم بين الشوطين، نزلوا رجاله في الشوط الثاني. والتغييرات اللي الراجل عملها في الاول في نص الشوط وفي اخر الشوط هي دي اللي حركت لعيبه الاهلي. لولا كده انبي كان خد من الاهلي 3 بونت. امال اللي حصل ايه؟ اللي حصل اللي لعيبه الاهلي بتلعب ماتش في منتهى الرعونه، في منتهى التسرع، في منتهى الدلع، في منتهى المياصه. لعيبه الاهلي تحس ان كل ال 11 اللي بيلعبهم في الملعب ما فيهمش راجل. كل لعيبه الاهلي بيلعبوا بالشوكه والسكينه. نادر ياما الاهلي بياخد التحام، نادر ياما بياخد الاهلي الكره الثانيه ولا الثالثه. ايه يا عم ده لعيبه انبي في نص الملعب بتلعب كوره عالميه. يا عم ده محمود كهربا بيدافع في ال 18 بتاع انبي. لعيبه انبي ما فيش ارجل من كده، مضيقين كل المساحات على لعيبه الاهلي. لولا خبره لاعيبه النادي الاهلي، مروان عطيه الكره اللي حطها في المقص، لولا خبره بن شرقي في البلانتي وزيزو، لولا الراجل سفيان بن جديده حط كعب ما فيش اجمل كده، راح بيه بقفشه انفراد، الراجل بيحطها على يمين الجون عشان في الدقيقه 89 القضيه ممكن قفشه 3 بونت للاهلي. هو ده الماتش. ماسك المباراه زي ما قلت لك 72% من امتلاك الكره للنادي الاهلي، 28% لانبي الشرقيه، عشان كل اللي لعيبه الاهلي عملته اللي هي بتستحوذ بس بدون اي فعاليه واي خطوره. وبعدين لعيبه انبي قصادهم بقى ايه الرجوله دي؟
ايه الجمال ده؟ انبي بيجيب جونين، والاهلي بيرد على انبي بثلاث اهداف، واخرهم جون قفشه القضيه ممكن. ده اللي حصل في المباراه، زي ما عودتكم في كل ماتش اللي احنا بنقيم اداء لاعيبه النادي الاهلي. مصطفى شوبير 4، محمد هاني 5، هادي رياض 3، كريم فؤاد 4، عمرو الجزار 5، كوكا 3، مروان عطيه 5، زيزو 2، بن شرقي 6، طاهر 3، منصف بقرار 2، كريم الدبيس 3، سفيان بن جديده 6، كعب عالمي ودى قفشه انفراد عالمي بالقضيه ممكن ب3 بونت للاهلي، علي محمود 2، قفشه 10، حسين عموته 10. شكرا لكم والى اللقاء، دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.